برشلونه بقى لهم من سنه حوالي 2007 موجودين في مصر، في ريال مدريد من 2012. عمرنا ما لعبنا بعض. كل حد كان ماشي في اتجاه. الفتره اللي جايه عايزين نتعاون احنا وبقيه الاكاديميات كلها في مصر. حابين ان احنا يبقى ما بيننا تنافس وما بيننا زياده الخبرات للولاد. البدايه بنلبس روح التعصب بدايه من اقوى فرقتين في العالم ريال مدريد وبرشلونه. بنحاول ناسس في الولاد ان مهما الرياضه تنافس بس. هي دي طبعا اول مره ان احنا نقابل اكاديميه ريال مدريد واكاديميه برشلونه ان هم يلعبوا بعض طبعا هنا في مصر. بالنسبه للاستعداد للماتش، هو يعتبر برضو احنا عندنا اولاد بنلعب ماتشات كتير، الاستعداد ليها زي اي ماتش تاني. اكيد انا مبسوط ان احنا هنلاعب فرقه جديده، برشلونه عمرنا لعبناها قبل كده. ماتش ريال مدريد الكلاسيكو ده احنا اتمرنا فيه بجد ومش بهزار. حاسس هم هيكونوا احسن مننا في البوزيشن، بس احنا هنكون احسن منهم في الباسز والشوتس وكده. انا ولا خايف ولا قلقان، عارف ان انا هكسب زي ما بارسا بتكسب ريال مدريد على طول. زي ما انت شايفه المود بتاع الناس كلها مبسوطه، الناس كلها مستمتعه بالاجواء زي ما انت شايف. ماتش مهم، ولكن مهم في التنافس على الاداء مش التنافس على النتيجه. دور مهم قوي غير ان احنا نعلم كوره، ان احنا ننقل الاحترافيه اللي موجوده بره، الروح الرياضيه اللي موجوده بره، طريقه الاحترام في التعامل اللي موجوده بره. ده من دورنا ان احنا ننقلها ان شاء الله لمصر. معظم الولاد عندنا لما بيجي لهم نادي في مصر بيرفضوا، كله عايز يطلع بره اوروبا، ريال مدريد، بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، كله مركز نلعب في اوروبا، محدش عايز يلعب في مصر.